واخا البنات كلهم يحيدوا الزين ويخرجوا الطريق، تبقى انت ثابته على الحجاب ديالك. باش الا بقات واحد البنيته باقي في قلبها شي شويه د الخير، تقول ولكن راه فلانه راه باقا ثابته على الحجاب ديالها، نكون معاها انا ان شاء الله تعالى. واخا صحابك كلهم ملي توصل وقيته الصلاه وتنوض انت وتبغي تمشي تصلي يبداو يشدوا فيك، كتصلي كذا كما شدات فيك الهضره ديال الاستاذ ياسين ذاك النهار، هذاك العياقه وكلها الى اخره، خليه نوض سير تصلي. ربما واحد اخر من صحابك جالس كان هو غير حشمان، ملي بنتي ليه انت صليتي قال لا لا راه هذه الطريق، وناضوا تم غادي. وياك تحقر راسك يا حبيبي. وهذا هو اللي احنا محتاجينه فيما يتعلق بتربيه اولادنا. الوليدات الصغار راه كياخذوا شويه من والديهم، ولكن كياخذوا حتى من دوك الناس اللي كيشوفوهم في الدرب اللي هما نتوما، وكياخذوا من دوك الشباب اللي كيلقاوهم في الجامع، وكياخذوا من صحابهم اللي معاهم في المدرسه. فهاد الجيل اللي جاي طالع ديال التربيه راه كلنا مسؤولين عليه.